دائما ما تصدر إلى النجف وكربلاء القريبة منها نسبيا. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، جول! جول عبد الله عبد الأمير. عبد الله عبد الأمير ينجح بتسجيل الهدف الأول لفريق الديوانية تحت أنظار رزاق فرحان. نواياه واضحة اليوم، جاسم محمد، فؤاد، فلاح عبد الكريم، يعني اليوم داخل فريق الديوانية بقوة، ويتمكن من خلال كرة ثابتة عبد الله عبد الأمير من أن ينجح بتسجيل أول هدف في هذه المباراة. هدف بالتأكيد راح ينطي للمباراة طابع عجمة. شوف مرت الكرة، كان ابعاد خاطئ من نجم شوان، هو حقيقة تفاجأ بها هو، راحت الكرة وعبد الله عبد الأمير في هذه الكرة الثابتة في أول كرة يوصل فريق الديوانية إلى مرمى الزوراء ينجح بالتسجيل. دقيقة 16 تقدم الديوانية بهدف دون مقابل. ديوانية الماضي الفريق لم يفز خارج أرضه، وفي هذا الموسم حتى الآن لم يفز خارج أرضه، لكن هو فاز على البحري بهدف دون مقابل. أيضا تعادل خارج ملعبه مع الميناء، تعادل مع نفط الوسط بالتعادل من دون أهداف، وخسر مع النجف بهدف مقابل 3 مع الكرك 0-2. كرة ملعوبة عالية كرة جول! هدف التعادل، هدف التعادل الدقيقة 18، الدقيقة 18 علاء عباس ينجح بالتسجيل، لكن هفوة دفاعية، ومن سجل هو من سجل هدفا بالخطأ في مرمى عبد الله عبد الأمير. كان خروج بتوقيت خاطئ للحارس، وبدلا من ابعادها دخلت الى مرمى الحارس ليث مع المسجل اول اهداف الزوراء. دقيقه 18. شوف هذه الكره، احمد جلال يلعب كره عاليه، هي راحت بعيده، راقبها وعلاء عباس اعاد الكره، وبالتالي عبد الله عبد الامير بدلا من ان يلعب الكره بقدم اليسار هو ابعد الكره بهذه الطريقه بقدم اليمين. شوف 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 علاء عموما يعني كان بالامكان كان بالامكان يعني عبد الله لو لعب الكره بقدم اليسار اعتقد كان يبعدها، لكن بهذه الطريقه يسجل هدف التعادل لفريق الزوراء. كره ملعوبه مره اخرى، شوف تقدم داخل منطقه الجزاء، ملعوبه الكره، خطره جول! شنو هذا بده يصير؟ شنو هذا بده يصير بملعب الشعب؟ شنو هذا فريق الديوانيه اللي خلال 17 مباراة سجل 11 هدف، وفي ظرف 20 دقيقة يتقدم على الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. دقيقة 21 ينجح فلاح عبد الكريم بتسجيل الهدف الثاني. شوارع اليوم دفاعات الزوراء بكرات بسيطة بالعمق يتم اختراقها بسهولة كبيرة، استغراب كبير لأيوب أوديشو. فلاح عبد الكريم يضيف رابع أهدافه، بس أي هدف يسجله في مرمى جلال حسن في مرمى الزوراء في مباراة كبيرة. الكل كان يتوقع أن تكون مباراة من جانب واحد، لكن شوف الديوانية بشبابه. أنا يعني أعجبت بكلام لكابتن رزاق فرحان، قال إنه من يريد لأن نجد منتخبا أولمبيا متميزا. مهند عبد الرحيم في طريقه للدخول حتى قبل دقيقه واحده. كره ملعوبه، علي حامد يلعب كره خطيره، الكره جول 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 جول! 3 أهداف لهذا الرجل في هذه المباراه. الله عليك يا عبد الله عبد الامير، استثمار للاخطاء الدفاعيه، هيجان على مدرجات ملعب الشعب الدولي. الديوانيه يتقدم ب3 أهداف، لاول مره الديوانيه في هذا الدوري ينهي مباراة وهو فاز ب3 أهداف وربما أكثر، لكن في شوط واحد يسجل 3. تستاهل سجدة الشكر والحمد على هذا الأداء وهذا المستوى، وحتى كاتنيتش مستغرب لهذا الأداء، لكن إنجاز كبير لهذا اللاعب. شوف هذه الكرة ملعوبة من علي حامد، لكن شوف وين المدافعين،
وين المدافعين؟ وين مدافع اليمين؟ وين اللاعب شوف الوسط علي حامد، شوف علي حامد. وبالتالي عبد الله عبد الامير ينجح بتسجيل الهدف الثاني. هدف الثاني طبعا لفريقه، هو عنده 3 اهداف في هذه المباراه. اللاعب حسين جبار لاعب الكار، كره ملعوبه، جبار خطيره، الكره خطيره، بحث عن علاء عباس، على خلفيه، جول! الله على هذا الهدف، الله على هذا الهدف اللي سجله علاء عباس بهذه الطريقه الجميله. كرة الزوراء تتنفس الصعداء في الدقيقة 80، دقيقة 81 ينجح علاء عباس ويفتح الأمل في إمكانية العودة لهذه المباراة. شوف رزاق فرحان يعتقد أنه هنالك شيء كان خطأ بالفعل، يعني هنالك زيادة عددية 4 ضد 2، لكن جبار انتظر ولعب كرة بهذه الطريقة. الله، هو عنده هدف في مرمى النجف، لكن هذا الهدف في هذا التوقيت اعتقد يعني يحسب لعلاء عباس. كرة حلوة دائما ما نشاهده يعني باهدافه الجميلة الطائرة، ينجح بتسجيل هدف ثاني للزوراء، دقيقة 81 ثانية 10 ثواني، وقت قصير على الزوراء، طويل على الديوانية، كرة ملعوبة خطيرة، كرة رأسية مقطوعة، خطرة، جول لفريق الزوراء. أبدا لا يفيد الوقت ولا يفيد أن تنظر بالساعة يا رزاق فرحان. الزوراء سجل بالوقت بدل الضائع مجددا وينجح بالتسجيل ومعادلة النتيجة. جبار كريم بعد أن صنع الهدف الثاني تمكن أن يسجل هدف ثالث، هدف التعادل في مرمى هذا الحارس ليث معا. الله على الزوراء والله على جمهور. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.